واو، المغرب أبهر الجميع. خلينا نكون واقعيين مع نفسنا، المغرب افضل مننا على الصعيد المنتخبات الناشئين، المغرب افضل مننا. موضوع بسيط كده، تقول ان المغرب عندها افراد وعندها لعيبه اصغر، اللعيبه الصغيره افضل من عندنا، عندهم اهتمام بالناشئين والاكاديميه بتاعت محمد السادس وكل الكلام ده كله. اذا المستقبل مشرق للكره المغربيه. المستقبل بيقول ان في شغل، في ناس بتفكر، في ناس بتخطط، في ناس قررت ان المنتخبات الوطنيه اعلى من الكل، في ناس قررت ان هي تكمل مشوار وتبص للمستقبل. ابتعاد المغرب لفترات طويله جدا وتصدر المشهد رجع وبقوه ان المغرب على كل الفئات واقفه على رجليها. بدايه من اكاديميه محمد السادس، مرورا بعدد كبير جدا من اللعيبه المحترفين حدث ولا حرج، لدرجه ان خلاص احنا عارفين كويس جدا ان قوام المنتخب المغربي كله محترفين. كمل على نجاحهم في فكره التجنيس. المغرب قائمتها للبطوله دي 27 لعيب، 20 لعيب بيلعبوا في اوروبا، 7 لعيبه بيلعبوا في المغرب. فبدل ما احنا نروح نتكلم ونقول اصل ميكالي وحش واصل لو انت عاوز تبقى زي المغرب اهتم بالناشئين زي المغرب. ما تهمدوش الراجل من قبل ما يبتدي، لسه قدامه مشوار ولسه قدامه ان هو يروح ان شاء الله كاس افريقيا للشباب وكاس عالم الشباب ولسه هيروح اولمبياد. فيا جماعه خلينا نكون واقعيين مع نفسنا، المغرب افضل مننا على الصعيد المنتخبات الناشئين، المغرب افضل مننا. الفريق الوطني